أحبائي في الله، أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة معلومة قيمة على قناتي. تعدد الزوجات شيء يتساءل فيه العديد من الأزواج، فالتعدد شرع الله عز وجل أباحه لمن شاء من الرجال ولا اعتراض لأمر الله، ولكن هناك شروط شرطها الله عز وجل في التعدد. قوله تعالى: فانكحوا، يعني التعدد مباح. من الشروط أن لا يكون التعدد سببا للظلم، حسب قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهذا نفسره: فإياك وظلم الزوجة بسبب التعدد، فلو كان هذا التعدد سيؤدي لظلم الزوجة الأولى أو الثانية. نعطيكم مثالا: الزوجة الأولى يسكنها الزوج في بيت فخم مفروش وأثاث وكل شيء غالي، أما الزوجة الثانية مسكن بالكراء. أو ظلم الزوجتين معا في الحقوق الشرعية والواجبات، ففي هذه الحالة هذا التعدد حرام شرعا. زواج الزوج حقا صحيح، لكن يجمع سيئات في نفس الوقت بسبب ظلمه للنساء، زوجة أو الزوجتين معا. من الشروط كذلك للتعدد يجب العدل في التعدد، فكيف ذلك؟ لقوله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بالمعنى الصحيح: ألا تتحملوا نفقات فوق طاقتكم. فالعدل يكون في بالمبيت بالعدل بين الزوجات وتقسيم الليالي بينهن بالتساوي، العدل في السكن والعدل في النفقة بالمساواة. معناها يجب العدل في كل الأمور، إذا لم تستطع أن تعدل ابتعد عن التعدد. ومن الشروط كذلك القدرة على النفقة، فيجب على الزوج الإنفاق على كل الزوجات بالمساواة والعدل وعدم التفريق بينهن في النفقة، فهذا كذلك من شروط التعدد. فإن لم تستطع تحقيق هذه الشروط فابتعد عن التعدد، ولا تخسر الله عز وجل ولا تكسب سيئات. في آخر الفيديو أعزائنا المشاهدين، صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى، إلى اللقاء.